حضرتك مرة أهلا تانية. يا فندم. وكنا ختمنا في الجزء الأول من حوارنا امبارح عند نقطة مبارك من الناحية الإنسانية. امتى رئيس مبارك كان بيتألم؟ امتى كان ممكن تشوفه بيبكي؟ لا أنا ما شفتوش بيتألم يتألم إنسانيا يعني. غير مرة واحدة لما كان عنده اللي هو الهارت أتاك أو حالة مرضية. حالة مرضية بس. غير فقط. كده فهو لكن مفيش أي أحداث جامد. خاصة، أحداث على مستوى جامد. البلد. لا ما بتهزوش حاجة خالص. حرايق يعني مفيش أي ما حاجة. تهزوش حاجة خالص. سؤال معلش برضو انه تردد كتير الفترة الأخيرة، هل نقدر نقول على أسرة الرئيس مبارك إنها أسرة متدينة؟ يعني الظاهر كلامهم متدينين. أنا شفته متدين فعلا كان أستاذ علاء. نعم. يعني ده اللي شفته وصليت معاه وكده. ده موضوع مختلف. مظبوط. يعني بالنسبة لبقية أفراد الأسرة؟ لا بقى ما اعرفش. حسني يعني هو كان مبارك. يعني الرئيس كان بيقول انا بصلي. طب هقول له لا ما خلاص. أنت بس ما شفتوش لا ما شفتوش. بيصلي خالص 28 سنة؟ لا. وجمال؟ لا جمال يشككك حتى في الاسلام يعني. اثبت لي ان في محمد اصلا واثبت لي. ده كلام خطير جدا. لا مش خطير. هو الراجل اتربى بره. راح انجلترا وراح امريكا وخد شهاده طيار وشهاده مش عارف قافز مظلات وشهاده حاجات كده وعاش بقى في الفكر الغربي. فانت عايزه تيجي توعديه وهو من صغره ما كانش في حد بيدرس له حاجه اصلا في الدين ولا كده، فما فيش خلفيه دينيه اصلا عنده عشان يقدر يرد على الاسئله دي لو سئلها. فاصبح بيجي يسالها. فموضوع يعني حاجات كده. لكن انتهى بيه الأمر لفكرة عدم الإيمان؟ لا الله اعلم. الله أعلم طبعا. الله أعلم. لأن مش ملناش دعوة بس يعني بشكل عام. عاوزين نتكلم مع حضرتك برضو على أسرة الرئيس مبارك. وانت قلت ان كانش في تدخل من زوجته خالص في القرارات، لكن بالنسبة بقى لاختيار الوزراء، هل كان اختيار الرئيس مبارك شخصيا ولا اختيار جماعي؟ كان سيادة الرئيس بيحط شروط للترشيح. أن يكون تولى مناصب قيادية، أن يكون يجيد أكثر من لغة، أحيانا يقول أن يكون دكتور حصل على الدكتوراه في تخصصه. يحط شروط. والجهات بترشح حسب الشروط. وبعدين بيتعمل عليهم اختبار مخابرات عامة. وبيجي يقولوا له الناس اللي طلعت دول هو يختار منهم. هو شخصيا الرئيس السابق، لكن كمان ما كانش بس بيتدخل هو غالبا يعني هو كان يهمه الوزارات السيادية دي بتاعته. وممكن يسمح بقى لابنه يختار الباقي بقى ما يهموش، يعني ما تفرقش معاه الوزارات التانية الاجتماعية والبتاع والكلام ده. طب شوية الإشاعات برضو اللي سمعناها عن حتة إن هو كان بيبقى في عنده جلسات خاصة يسمع فيها النكت وأخبار الفن والمشاهير وفنان يروح له. يعني أنا مش عارفة هو كان علاقته بالفنان المنتصر بالله، هل الكلام ده حقيقي إنه كان ممكن يروح حصلت يزوره؟ لما أبعد عن سلطات الرئاسة في آخر أصبح التسعينات قاعد في شرم الشيخ ما بيعملش حاجة. فكانوا المقربين منه من السكرتارية جلسات فنانين وجلسات فنانات ويقعدوا يقولوا نكت ويقعدوا يقولوا حكايات. يحضرها فنانين وفنانات؟ زي مين؟ لا انا ما حضرتش فعشان مش عايز اقول اسم حد، يعني كله نقلا عن اللي كانوا في شرم الشيخ كانوا بيبلغوني بالاخبار. وانا ولو ان الفضول قاتلني بس مش عايز اقول زي مين عشان لكن يعني في اسم ذكر ان هو كان بيزوره كتير، اسم الفنان منتصر بالله. كان بيطلع معاه على الطياره. ده شفته. ده كان بيطلع معاه على الطياره. ما شفتش حد غيره يعني من الفنانين؟ لا الباقي في شرم الشيخ بقى. انا كنت ده كان بيطلع معاه على الطياره. أيوة. يسافر معاه. يسافر معاه. كانت ايه مهمته؟ يعني كان صداقه بينهم؟ نكت. يا فندم بيقول نكت وحكايات وكده فقط. لا تعليق. طب اشاعه ان هو الرئيس السابق تزوج من فنانه معتزله وهو اللي قعدها تعتزل الفن. لا مفيش حاجه من دي خالص. عمره ما اتجوز على سوزان مبارك من الاخر كده؟ لغايه ما انا كنت موجود ما كانش في جواز. حتى هو نفسه كان بيقول لي بتسمع الاشاعات الناس بتقول ان انت شايف في ست تانية ولا اخت احد المسؤولين السابقين ولا اخت ولا صاحبه ولا غيره. هو كان الاشاعه طلعت على احد المسؤولين السابقين ده على اخته. لانه كان هو ايامها بيروح الاسماعيليه. وكان بيروح يلعب سكواش هناك. فحضر له ناس بقى اللي ماسكه الفوطه واللي ماسكه ازازه الميه واللي ماسكه بتاع الكلام ده. فطلعت الاشاعات. ناس من عيلته يعني ولا ناس لا ما اعرفش مين هم. هو اللي حكى لي كده.
فبعدها طلعت الاشاعه، فبعدها ما بقاش يروح اسماعيليه خالص. كان زوج مخلص يعني، ما كانش زوج بيبص لاي ست غير زوجته؟ ما اعتقدش انه يبص حد تاني يعني. لا انا مش هقف عند الضحك، انا عاوزه اسال وتديني اجابه فعلا. ايوه اجابه، انا ما اتجوزتش هو، وهو كان بيقول لي انت ما بتدافعش ولا ليه؟